السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذا المقطع سنتطرق إلى تفسير سورة العصر، وهي سورة مكية وآياتها 3 آيات، وهي كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شرح الكلمات: والعصر أي الدهر كله، والعصر يعني الدهر. إن الإنسان أي جنس الإنسان كله، لفي خسر أي في نقصان وخسران، إذ حياته هي رأس ماله، فإذا مات ولم يؤمن ولم يعمل صالحا خسر كل الخسران. وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا باعتقاد الحق وقوله والعمل به. وتواصوا بالصبر أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر على اعتقاد الحق وقوله والعمل به. معنى هذه الآيات: قوله تعالى والعصر، الآيات 3 تضمنت هذه الآيات حكما ومحكوما عليه ومحكوما به، فالحكم هو ما حكم به تعالى على الإنسان، كل الإنسان من النقصان والخسران، والمحكوم عليه هو الإنسان ابن آدم، والمحكوم به هو الخسران، أي محكوم الإنسان بالخسران لمن لم يؤمن ويعمل صالحا، والربح والنجاة من الخسران لمن آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقوله تعالى والعصر هو قسم أقسم الله به، والعصر هو الدهر كله، ليله ونهاره وصبحه ومساءه. وجواب القسم قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، أي أن الله يقسم بأن الإنسان لفي خسر، أي في نقصان وهلك وخسران، إذ يعيش في كبد، يموت إلى جهنم فيخسر كل شيء حتى نفسه التي بين جنبيه. وقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء استثناهم الله تعالى من الخسر، فهم رابحون غير خاسرين، وذلك بدخولهم الجنة دار السعادة. والمراد من الإيمان بالله ورسوله وما جاء به رسوله من الهدى ودين الحق. والمراد من العمل الصالح الفرائض والسنن والنوافل. وقوله تعالى وتواصوا بالحق، أي باعتقاده وقوله والعمل به، أي اعتقاد الحق وقول الحق والعمل به، العمل بالحق، وذلك باتباع الكتاب والسنة النبوية. وقوله تعالى وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق اعتقادا وقولا وعملا، وبالصبر على ذلك حتى يموت أحدهم وهو يعتقد الحق ويقول به ويعمل بما جاء فيه، فالإسلام حق والكتاب حق والرسول صلى الله عليه وسلم حق، فهم بذلك يؤمنون ويعملون ويتواصون بالثبات على ذلك حتى الموت. الهداية من هذه الآيات: أولا فضيلة سورة العصر لاشتمالها على طريق النجاة في 3 آيات، حتى قال الإمام الشافعي لو ما أنزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. ثانيا بيان مصير الإنسان الكافر وأنه الخسران التام، أي الإنسان الكافر فهو خاسر، يعني خسران تام. ثالثا بيان فوز أهل الإيمان والعمل الصالح المجتنبين للشرك والمعاصي. رابعا وجوب التواصي بالحق والتواصي بالصبر بين المسلمين. تفسير سورة النصر، وهي سورة مدنية وآياتها 3 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
شرح الكلمات: إذا جاء نصر الله، أي نصر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على أعدائه المشركين، والفتح أي فتح مكة، في دين الله أفواجا، أي في الإسلام جماعات جماعات. فسبح بحمد ربك، أي نزهه عن الشريك ملتمسا بحمده، واستغفره، أي أطلب منه المغفرة توبة منك إليه. معنى هذه الآيات: قوله تعالى في الآية إذا جاء نصر الله، الآيات الثلاث المباركات نزلت في أخريات أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تحمل علامة للنبي صلى الله عليه وسلم على قرب أجله. فقوله تعالى إذا جاء نصر الله، أي لك يا رسولنا فأصبحت تنتصر على أعدائك في كل معركة تخوضها معهم، وجاءك الفتح فتح مكة ففتحها الله عليك وأصبحت دار إسلام بعد أن كانت دار كفر، ورأيت الناس من سكان اليمن وغيرهم يدخلون في دينك أي دين الإسلام أفواجا وجماعات، جماعة بعد أخرى، بعد أن كانوا يدخلون فرادى واحدا واحدا وهم خائفون إذا تم هذا ورأيته. فسبح بحمد ربك، شكرا له على نعمة النصر والفتح ودخول الناس في دينك وانتهاء دين المشركين الباطل، واستغفره، أي أطلب منه المغفرة لما فرط منك مما هو ذنب في حقك لقربك وكمال علمك، وأما غيرك فليس هو بالذنب الذي يستغفر منه ويناب إلى الله تعالى منه. وقوله تعالى إنه كان توابا، أي إن الله تعالى الذي أمرك بالاستغفار توبة إليه كان توابا على عباده، يقبل توبتهم فيغفر ذنوبهم ويرحمهم. من هداية هذه الآيات: أولا مشروعية نعي الميت إلى أهله ولكن بدون إعلان وصوت عال. ثانيا وجوب الشكر عند تحقق النعمة ومن ذلك سجدة الشكر. ثالثا مشروعية قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع. تم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.